أطيب وألذ وأخف كيكة موز ممكن تجربوها في حياتكم بالمكسرات والقرفة والشوكولات. يا سلام يا جماعة، إدمان. يلا نشوف الطريقة. بجات رح نجيب 3 موزات، كل ما كان مستوي الموز كل ما كان أطيب. بهرسهم، بعدين رح أضيف عليها تقريبا 3 كوب زبدة سايحة، بيضتين بحرارة الغرفة، معلقة صغيرة فانيلا، 3/4 كوب سكر. أنا مزجت بين السكر البني والأبيض. وبعدين راح أضيف المكونات الجافة، الطحين 1.5 كوب، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا، رشة ملح، وقرفة معلقة صغيرة. بقلب الخليط لا يختفي الطحين. بعدين بضيف تقريبا كوب من الجوز المكسر، وبعدين بنزل الخليط بقالب الكيك، وراح أضيف على الوجه أي نوع شوكولات موجود عندكم بالبيت. أنا مكست بين الميلك شوكولات والدارك شوكولات، وعلى فرن محمى على حرارة 180 من 40 ل 45 دقيقة على الرف الوسط. شوفوا معي كيف هشة وطرية، وأهم شيء الطعم يا جماعة، عن جد جدا خرافي. بتمنى انكم تجربوها، وصحتين وألف عافية.